عاداتك اليومية البسيطة سر نجاحك وارتقائك أو فشلك وانكسارك. العادة هي تلك الطريقة الثابتة في التفكير أو الرغبة أو الشعور المكتسب من خلال التكرار السابق لتجربة عقلية، والذي غالبا ما يكتسبه الشخص ويعتاد عليه دون أن يلاحظ، أي أن ذلك السلوك أو الفعل المتكرر لدينا لا شعوريا. كيف إذن لهذا الفعل اليومي البسيط أن يؤثر على حياتنا سواء بالسلب أو الإيجاب؟ وكيف نتمكن من تغيير السلوكيات والعادات من سيئة إلى حسنة؟ إن تراكم تأثيرات العادات اليومية هو ما يحكم حياتنا مستقبلا. تخيلوا معي أنكم تقومون بممارسة الرياضة بشكل منتظم وفي كل يوم لمدة سنة كاملة. هذا الفعل سيصبح عادة حسنة تتراكم تأثيراتها عندكم لتحظوا في آخر المطاف بجسم رياضي وسليم. كذلك لو أنكم توفرون مبلغا بسيطا من راتبكم الشهري لن تصبحوا أثرياء بعد شهرين، لكن تراكم تأثيرات هذا الفعل لعدة سنوات سيجعلكم تحظون بحريتكم المالية. لكن في المقابل، ماذا لو أنكم تستيقظون كل صباح من النوم ثم تمسكون هواتفكم وتتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3 ساعات أو أكثر؟ هذا السلوك يعتبر عادة سيئة لا تعود عليكم سوى بتضييع وقتكم والتأثير على الشعور الإيجابي لديكم لما تشاهدونه على هذه الوسائل من أخبار سلبية. يقول المؤلف جيمس كلير في كتابه العادات الذرية: إن العادات هي الفائدة المركبة للتحسين الدائم، فكما تزداد الأموال بفضل الفائدة المركبة، فإن تأثيرات عاداتك تتضاعف حين تكررها. إنها تبدو وكأنها لا تحدث إلا فارقا ضئيلا في اليوم الواحد، ومع ذلك فإن التأثير الذي تحدثه بمرور الشهور والسنوات يكون تأثيرا ضخما، ولا تصير فوائد العادات الحسنة وتكاليف العادات السيئة جلية إلا حين نتأملها بمرور السنين. وقد قصد بكلامه هذا أن تأثير العادة التي مارستها اليوم غدا ستحصل على ضعفها، وبعد شهر ستحصل على 30 ضعفا منها. وهذا التراكم اليومي هو ما يخلق النتيجة بعد مرور الوقت، وأن التركيز على العادات الحسنة والاستمرار في تكرارها يخلق الفرق الكبير. وكذلك الأمر بالنسبة للعادات السيئة، فإن تأثيراتها تتضاعف بتضاعف الأيام والسنين، فتصبح عالقة في عقلنا الباطن متكررة لا شعوريا، دافعة بنا إلى حفرة الإحباط والانكسار والفشل. لكن استدراك المواقف لا يفوت أوانها أبدا، دائما هناك أمل. ما عليكم سوى تقرير كيف تريدون أن تكون حياتكم بعد 5 سنوات من الآن، ثم زينوا هذا القرار بتغييرات بسيطة ولو بنسبة 1% كل يوم. ستبدو هذه التغييرات في الوهلة الأولى على أنها لا تعطي أكلها المرجو، لكن ما عليكم سوى السير على نفس النهج وعدم الاستسلام. فغالبا ما يستسلم الشخص حين لا يلاحظ النتيجة المنتظرة خلال وقت قصير، فيعود أدراجه إلى ممارسة عاداته السيئة المعتادة. كن متأكدا أنك لن تحظى بجسم رشيق ورياضي إن مارست الرياضة ل5 أيام ثم توقفت، ولن تصبح غنيا إذا وفرت القليل من المال لمدة 2 ثم توقفت، لأن أقوى النتائج الخاصة بأي عملية تراكمية تأتي متأخرة، لكنها تكون عظيمة. فقط التزموا الصبر والاستمرار، وأحبوا التغييرات البسيطة الجيدة المضافة حديثا إلى حياتكم، واتخذوها كعادات متأصلة فيكم عالقة بعقلكم الباطن. وفي ذات الوقت اجعلوا العادات السيئة تبدو قبيحة في نظركم، تقززوا منها، فأنتم لن تأكلوا طبقا كونتم عنه فكرة قبيحة أو نظرتم إليه على أنه ملوث.
كذلك العادات السيئة، كونوا عنها فكرة سيئة وتخلصوا منها. إن أكبر خطأ يقع فيه الأشخاص الراغبين في التغيير حسب جيمس كلير هو أنهم يحددون الهدف قبل تحديد النظام الذي سيتبعونه في طريقهم لتحقيق الهدف، ثم يوقعون بأنفسهم في فخ الصراع بين إما تحقيق الهدف واعتلاء منصة النجاح أو الفشل والغرق في بحر الإحباط، لأن تحقيق الهدف يبقى مجرد تغيير لحظي تنتهي معه سعادتنا بمجرد تحقيقه، وحتى عدم تحقيقه يصيبنا بالانكسار. أما بناء نظام من التغييرات البسيطة الخاصة بكم سيجعل العادات الحسنة تتشكل لديكم وتتراكم بمرور الشهور والسنين لتجعلكم في الأخير تحظون بنجاح باهر وغير متوقع. وقد شبه كلير العادات البسيطة بالذرات، لأنه رغم صغرها وبساطتها إلا أنها تعد جزءا من نظام أكبر، حيث قال أنه مثلما تشكل الذرات الوحدات البنائية للجزيئات، فإن العادات الذرية هي الوحدات البنائية للنتائج المذهلة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحلقة. أتمنى لكم يوما طيبا، وإلى اللقاء.